ومعبد الأقصر يا ولاد معبد كبير من المعابد المصرية القديمة، موجود على الضفة الشرقية لنهر النيل في مدينة الأقصر اللي كانت معروفة قبل كده باسم طيبة. المعبد ده تم إنشاؤه سنة 1400 قبل الميلاد، والمعبد ده اتبنى في عهد ملوك الأسرة ال18 وال19. بصوا يا ولاد، التمثال اللي هناك ده يرجع لعصر الملك رمسيس الثاني. الله، ده حلو قوي، ايه الجمال ده؟ يحيى، انت كنت فين يا يحيى؟ دورنا عليك كتير انت وعمو اللي كان معاك. انا كنت جوه المعبد، بس انتوا اكيد لسه واصلين. احنا هنا من بدري على فكرة يا يحيى. معقول؟ امال ازاي ما شفتكمش؟ صحيح يا يحيى، وعمو راح فين؟ ها؟ اكيد بيتفرج على المعبد. انت فاتك معبد الكرنك يا يحيى، تحفة. وبعد الجولة كلنا فطير بالسخينة وعيش شمسي برضو تحفة. طيب عملت حسابي في الاكل ده؟ ما انت اتأخرت بقى يا يحيى. ماشي يا مازن، المهم انكم تكونوا اتبسطتوا. يلا يا ولاد هنرجع الفندق عشان بكرة هنروح أسوان بإذن الله. يلا يا يحيى بقى احكيلي، ايه اللي حصل؟ المرة دي يا كنوز كانت مغامرة مختلفة عن كل مرة رحت فيها. ليه يا يحيى؟ ايه اللي حصل المرة دي؟ تخيل يا أستاذ عصام إني رجعت لعصر ما قبل الأسرات. الله، وده كان فيه ايه العصر ده؟ ملوك وشعب وكده؟ يا كنوز هو رجع لعصر ما قبل الأسرات، مش عصر ما قبل وجود الإنسان على الأرض. وطبعا كان فيه ملوك وشعب وأشكال بدائية للحضارة عن اللي احنا نعرفها دلوقتي. بس برضو ما قلتليش يا يحيى، المغامرة كانت في عهد مين؟ كانت في عهد الملك مينا، وحضرت حرب التوحيد. كان لازم تاخدنا معاك يا يحيى، انما ازاي؟ لازم تروح لوحدك وتشوف كل حاجة لوحدك. يا كنوز افهمي بقى، انا ما كنتش عاوز ارجع، بس اللي بيحصل ما بقاش مجرد تسلية او مغامرات وخلاص. انا بقيت حاسس ان في مسؤولية عليا. انا شفت وعرفت حاجات جديدة محدش شافها غيري. يعني نقدر نقول ان في جزء جديد من الكتاب؟ المرة دي الموضوع مختلف. انا جاتلي فكرة وحابب اخد رأيك فيها. أخيراً يا دكتور، عرفت مكانهم؟ لسه. الله، امال عامل دوشة ليه؟ عشان قدرت أوصل لتعويذة تخلي البوابة الزمنية السحرية اللي بتتفتح ليحيى لما يقول كلمة السر تتأخر 10 ثواني. 10 ثواني وبس، لازم نكون جوه الفجوة الزمنية، وبعدها هنغير العالم. عالم ايه يا دكتورة اللي هيتغير؟ مش لما تعرف الاول هم فين؟ ما انتوا لو ساعدتوني هنوصل لهم. أغبياء تلاميذك يا دكتورة. يلا شوفوا طريقة نوصل لهم بيها. حاضر يا دكتورة، حاضر اهو يا دكتورة. يلا يسرع مالك؟ مفيش حاجة يا عتمان، انا كويس. طب يلا بينا. يلا. اهو أنا حظي موقعني في الأغبياء دايما.